السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد نادي الزمالك. ألف مبروك نادي الزمالك، الفوز النهاردة على البنك الأهلي. وصلنا للنقطة 24، لنا 6 مباريات لسه مؤجلة إن شاء الله بإذن الله، ربنا يوفق فيهم كده والزمالك يقدر إن هو يتخطى 6 مباريات دول. 18 نقطة مش شوية، 18 نقطة ممكن يوصلوك للمربع الذهبي، ممكن يخلوك تشارك إن شاء الله في بطولة إفريقيا الموسم القادم، رغم إن الزمالك طبعا هيشارك في دوري السوبر الإفريقي. خلاص اتحدد هو والنادي الاهلي. النهارده طبعا المباراه يمكن مباراه عاديه، مباراه يمكن ما فيهاش فنيات كتيره جدا، رغم طبعا الزمالك كان مسيطر على المباراه، لكن طبعا الكابتن طارق مصطفى كان بيلعب بطريقه طبعا دفاعيه بيعتمد فيها على الهجمه المرتده. يمكن الزمالك النهارده واضح جدا 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 ان في حاله اجهاد على اللعيبه مجهده بعد الرحله بتاعه غانا، رغم ان هم كانوا طبعا مسافرين بطياره خاصه، وكان المفروض ان هم يخلصوا الماتش ويرجعوا على طول، كان هيبقى قدامهم يوم كامل ان هم يرتاحوا فيه، لكن ما عرفش يتخذ قرار ان الفرقه تستنى وتسافر بالليل، فده سبب اجهاد اكتر، وده يعاقب عليه او ان هو يحاسب عليه صاحب هذا القرار. كان المفروض ان انت معاك طياره خاصه، مسافر طياره خاصه، تخلص المباراه، بتتناول العشاء، بتستريح ساعه او ساعتين، وبعد كده بتسافر، بيبقى اللعيبه قدامها يوم كامل ان هم يستريحوا فيه. لكن رغم الاداء المتواضع النهارده، لكن كان في لعيبه النهارده كانت مميزه جدا. كان عاجبني جدا جدا ناصر ماهر ما شاء الله، كان كويس جدا، يعني لعيب اعتقد ان هو هيكون له دور كبير قوي 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 مع النادي الزمالكي الفتره الجايه. ناصر ماهر من اللعيبه المميزه، تحركاته، الاسيستات بتاعته، عينه كويسه جدا في الملعب. عمر جابر بيواصل التالق بتاعه، عماد دونجا بيواصل التالق بتاعه. يمكن كان في النهارده ظروف صعبه، النهارده ما شفنا الزناري اتصاب، ومصطفى شلبي يمكن عنده عضله ضمه، الثانيه اعتقد الزناري عنده عضله اماميه. هي لسه هيتعمل لهم اختبار طبي، لكن بالتاكيد ان هم هيغيبوا عن ماتش سموحه اللي هو يوم الاحد. طبعا الراجل ما اداش راحه، الناس مكمله على طول. الفتره الجايه دي طبعا احنا طبعا عندنا ماتش افريقيا، ولكن لازم نفكر في سموحه الاول. لازم الراجل يفكر ان هو يريح اللعيبه، لان اللعيبه بالشكل دوت في مشكله الاستشفاء. هو نفسه في التصريحات الصحفيه اللي ادلى فيها بعد المباراه قال لك ان الاستشفاء ما كانش كامل. نتمنى ان الاستشفاء الفتره الجايه يكون استشفاء بنسبه 100% عشان اللعيبه تقدر ويعمل روتيشن صح خلال الفتره الجايه. انت عندك ماتش مهم جدا مع نهضه بركان بعد قرار الاتحاد الافريقي انه خلاص هتلعب مع نهضه بركان يوم 12 في المغرب في مدينه بركان، ويوم 19 هتلعب هنا في استاد القاهره ان شاء الله، يكون الساعه كامله. اخر حاجه بنتكلم على النادي الاهلي بيضغط على في موضوع الشيبي. يمكن بعت في خطاب تاني لاتحاد الكوره بيضغط عليه، عملتوا ايه؟ خلصتوا ايه؟ الواد ما تعاقبش ليه؟ اشمعنى حسين الشحات تعاقب بيه 20,000 جنيه ومباراتين وايقاف وبيلجا للمحاكم المدنيه وغيرها. في ضغط جامد جدا من ناحيتين، ضغط من المغرب وضغط من النادي الاهلي. مش عارفين الموقف ايه، اتحاد الكوره في موقف حرج، في مأزق كبير جدا. الزمالك هيقابل بروكسي طبعا في دور ال 32 في بطوله كاس مصر. الفتره الجايه يا جماعه فتره تركيز، فتره كله يقف مع الفريق، كله خلف الفريق، كله يساند الفريق، كله يأذي الفريق. ما تفضلش غير خطوه او خطوتين اتنين بس، مباراه ذهاب ومباراه عوده على الكونفدراليه، انك تفوز بالكونفدراليه وتكرر السيناريو بتاع 2018. وحسن الحظ ان هو قدام نهضه بركان اللي هو بيلعب ان هو عشان يعتبر المباراه بالنسبه له مباراه سائريه. نتمنى لكم التوفيق وشكرا.